مساء الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مناح. اليوم حضرت لكم كيك الشوكولا بصوص الشوكولا. كيك كتير سبونج وطري، وصوص الشوكولا كتير سهل، دائما المكونات متوفرة عنا بالبيت، كتير طيب وبيعجبكم. ما تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو تبعي اول ما يصلكم اشعار. قبل ما تشوفوا الطريقة والمكونات ادعموني بالاعجاب واعملوا لي شير اذا لقيتوني بستاهل. شوفوا طريقة التحضير والمكونات: 3 حبة بيض حجم كبير، 3 ملاعق كبار مقاس ممسوحة من الكاكاو الباودر الخام الغير محلى، 1 كوب مقاس ممسوح من السكر الناعم الحبيبات سكر عادي، 1.5 كوب مقاس من الطحين المتعدد الأغراض زائد 2 ملاعق كبار من الطحين، 1 كوب حليب سائل، ربع كوب زيت نباتي، نص ملعقة صغيرة برش ليمون أو برتقال، ملعقة صغيرة ونص من البيكنج باودر، رشة من الملح، وفانيليا حسب المتوفر عندكم، إما الباودر أو السائلي. للأسف أنا ما لقيت السائلي بس أنا بفضل كتير الفانيليا السائلي أفضل، لهيك أنا ضفت برش ليمون أو برتقال. ملاحظة مهمة: المكونات على درجة حرارة الغرفة مثل البيض والحليب منطلعهم قبل بساعتين من الثلاجة. وملاحظة تانية: البيض لازم يكون حجمه كبير. وبالنسبة لتحضير الكيك، قبل ما ندقر ولا شغلة منروح على الفرن ومنضبطه على درجة حرارة 190 ل 195، يعني متوسطة حسب كل نوع فرن. وقبل نص ساعة منخليه محمى بهالطريقة هاي حتى لما ندخل الكيك على الفرن ينفش معانا ويرتفع وما يهبط ويطلع عليه مثل قطعة خشب. تاني شغلة بعد الفرن المحمى انه ندهن ونجهز القالب، بدهنه بالزبدة او الزيت، وبعدين كمية من الطحين، ومن نتخلص من الكمية الزائدة من الطحين حتى يعمل لي طبقة بلوك مشان ما يحترق ويلزق الكيك بالفرن. وهلا منحضر خليط الكيك من بعد ما نحمل الفرن وندهن القالب. وبضيف بالزبدية عندي حبات البيض ال3 حجم كبير، إذا صغار كتير منزيد وحدة بصيروا 4. فوق حبات البيض ضفت الملح، وبدي اخفق البيض بس ليصير في هيك رغوي كأني بدي اقلي بيض، بس هيك خفق عادي على سرعة متوسطة. من بعد ما صار عندي البيض رغوي، شوفوا كيف هلا بدي بلش معايا السكر، بدي بلش ضيفه على دفعات. هي اول دفعة وعلى سرعة عالية طبعا، بس لتدوب شوي تختلط بالبيض برجع بضيف الدفعة الثانية، يعني بين كل دفعة والثانية ما في ثواني قليلة. هلا بستمر بعد ما نزلت كل كمية السكر، بستمر بالخفق على سرعة عالية لحتى يصير عندي البيض والسكر مزيج كريمي أبيض يعني. مثل ما نكون شايفين المزيج عندي صار أبيض فاتح مثل الكريمة، شوفوا كيف. هذا اللي أنا بدي إياه. هلا بدي أضيف أكيد العطر للبيض، بودرة الفانيليا والليمون زيست، وبنحرص إنه لما نبرش أو ناخد برش من البرتقان أو الليمون ما نوصل للجزء الأبيض وإنه نكون عم ننزل مرار. ضفت البرش والفانيليا، رح ضيف الزيت ومجرد خفقة خفيفة بس لحتى يختلطوا المواد مع البيض والسكر. لثواني قليلة بس، خلطة خفيفة هيك بتوقف وبضيف الحليب. انتبهوا لازم يكون الحليب بدرجة حرارة المكان، ما يكون بارد لأنه كمان بيأثر على ارتفاع الكيك. كمان على سرعة عالية بس يندمج شوي مع الخليط بهالطريقة هاي. بس ما بدي
بالغ بالخفق. بدي اضيف هلا بالمنخل عندي، بدي نخل الطحين. نخل الطحين، ضيف كل الكمية، وبدي اضيف فوق الطحين البيكنج باودر، ونخله مزبوط لانه فيه بيكون كتل طابات صغيرة. هلا بخلطهم هيك بالخفاق شوي مشان ما نعبي الدنيا طحين، بس هيك شوي ندمجه، وبعدين بخفقهم على سرعة عالية بس شوي، ما كتير، بس لحتى احس انه الطحين اندمج مزبوط بالخليط بهالطريقة هاي. هلا بدي نخل الكاكاو الباودر، لانه بتعرفوا انتو الكاكاو كتير بيكون هيك في تكتلات مكتل على بعضه، فلازم ننخله عشان يتوزع صح ونقدر نخفقه مزبوط. هلا من بعد ما نخلت الكاكاو، هلا بدي اخفقه على سرعة عالية، وبحرص اني ما بالغ بالخلط حتى ما هبط خليط الكيك، بس اخفق شوي حتى احصل على خليط كيك ناعم وحريرة وما في تكتلات. هلا بنقل خليط الكيك على القالب. هلا الى الفرن بعمل له هيك دقتين 3 على الطاولة حتى ما ازعجكم انا، وباخده على الفرن درجة حرارة مثل ما اتفقنا عليها 200 195 200 علوية مع سفلية. رح ياخد عندي انا تقريبا 45 دقيقة ل 50 دقيقة. رح دخل بعد 40 دقيقة عود خشبة بالمنتصف والأطراف. إذا طلع جاف وما في شيء، ما في خليط سائل، معناتها الكيك ناضج وصار جاهز. وهي الكيك أخذ بالفرن 50 دقيقة. هذا العود بدخله هيك بالمنتصف، لأنه المنتصف هو اسمك شيء. شوفوا العود كيف جاف، دخله بالأطراف، بسحبه. هذا الشيء بعمله جنب الفرن بشكل سريع جدا بعد ما يمرق عندي 40 دقيقة، لأنه بجوز العشر دقائق اللي زيادة عندي بالفرن يمكن انتم ما تحتاجوها. بشكل سريع بعمل هالعملية هاي وبسحبه. بقلبه بهالطريقة سخن كتير، تتحملوا الحرارة عادي. أهم شيء انه نحطه على رف سلكة حتى ما يعجن، لانه اذا اضل بالقالب واخذ من حرارة القالب بيعجن معنا. بنتركه هيك لحتى يبرد وننتقل لنحضر صوص الشوكولا. لتحضير صوص الشوكولا بحتاج لنص كوب حليب باودر نيدو او شو ما عندكم، نص كوب زيت نباتي، نص كوب سكر عادي، نص كوب كاكاو باودر خام غير محلى، نص كوب حليب سائل، وكوب مقاس طبعا قشطة. طبعا انا كل المقادير كل المكونات عيرتها بكوب المقاس، يعني بالاكواب المقاسية افضل. ملاحظة انه القشطة باردة والحليب بارد والزيت بارد، لازم نطلعهم من الثلاجة قبل ما نحضر الصوص. هلا لتحضير الصوص رح ضيف الزيت، رح ضيف عليه السكر. احرصوا انه يكون السكر ناعم الحبيبات، لانه في سكر بيكون اخشن من نوعية تانية، فالناعم افضل بدوب بشكل اسرع. وبدي اضيف الحليب الباودر المجفف والحليب السائل كامل الدسم. بدي اخفقهم على سرعة عالية بس لحتى تمتزج المكونات مع بعضها. هلا بدي نخل الكاكاو، بس نقلت الخليط لزبدية عميقة عندي حتى تدخل المضارب مزبوط، مضارب الخفاقة. رح نخل الكاكاو ضروري حتى ينزل ناعم على الخليط واخلص من هاي التكتلات اللي شايفينها. هلا من بعد ما نخلت الكاكاو ببدأ أول شيء على سرعة منخفضة مشان ما عبي الدنيا عندي هون كاكاو، بعدين على أعلى سرعة لحتى يصير المزيج عندي كتير ناعم. بس صار ناعم بيكون داب السكر معايا وصار جاهز للخطوة اللي بعدها.
شايفين هيك الخليط عندي تقريبا صار جاهز. شوفوا كيف صار ناعم وتقيل. انتوا بتحسوا انتوا عم تضربوا بالخفاقة انه صار تقيل. هلا بدي اضيف القشطة، ضروري تكون باردة. اذا عنا الدنيا شوب منطلعها من الثلاجة قبل ما نضيفها مباشرة حتى ما تصير بحرارة المكان. هلا بدي اضرب القشطة مع الصوص على سرعة عالية بس لحتى يندمجوا مع بعض بهالطريقة هاي، يعني دقيقة دقيقة ونص هيك شيء، ما أكتر من هيك، ما بدي بالغ بالخفق. وهذا الصوص بعد ما جهز معاي. هلا ممكن إذا عندي طقس بارد ما في مشكلة بحطه بالمطبخ هيك على الطاولة، بغطيه ببلاستيك راب وبحطه على الطاولة. إذا عندي الدنيا كتير شوب بحطه بالثلاجة بالتبريد، يعني ما بالمجمد، انتبهوا، بس لحتى يبرد عندي الكيك مدة ربع ساعة وبطلعه من البراد. هلا من بعد ما برد الكيك عندي صار جاهز، بركب أي رأس تزيين عندي بهالطريقة هاي. وخفقت أنا 75 جرام ظرف، يعني واحد من كريمة الخفق. شوفوا كيف مع أقل من نص الكوب، أقل بملعقتين كبار حليب بارد جدا، وظرف الكريمة كتير بارد، والوعاء كمان عندي كتير بارد لحتى صار عندي بهالكثافة هاي. طبعا بخف آل الكريمة على سرعة عالية على الخفاقة، بس شدت معاي ومسكت حالها هيك بتوقف، ما بضل عم اخفق حتى ما افرط الكريمة. بدي هلا عبي الجيب الحلواني ومنتعب. وهلا من بعد ما عبيت الكريمة هون عندي بالكيس، شوفوا كيف انا عملت فتحة لفرجيكم اياها بالمنتصف تبع القالب. دخل الرأس هيك بهالشكل هاد وبدخله لجوا شوي، بيعمل لي مثل فتحة. وهلا بعبي بهالفتحة هاي كريمة هيك بدون انا ما اقصه اتعذب، بيكون صار عندي كريمة من الداخل. برجع بعمل نفس الشيء، بفتح فتحة صغيرة بالرأس هيك بكل بساطة. دخل عند الرأس، برجع ضغطة بسيطة بهالشكل هاد، ولا اسهل منها. وهاي الكريمة بعد ما وزعتها شوفوا كيف بلا ما اقصه اتعذب بكل بساطة بهالطريقة هاي. هلا هذا الصوص رح يمسك نفسه ويجمد، بس بدي اياه يجمد ويمسك نفسه على الكيك، فلذلك قلت لكم لا تخلوه كتير بالبراد اذا بيكون عندكم شوب، بس شوي بين ما يبرد القالب. هلا بدي اسكب الصوص على القالب بهالشكل هاد، بحيث انه الصوص يغطي لي قالب الكيك كله، داير مدرات القالب. واللي بيزيد عندي تحت مثل ما كنتم شايفين انا حاطه القالب على رف سلكه، الصوص اللي زاد عندي تحت بستفيد منه، باخده من الزبديه او الصينيه اللي عندي من تحت بهالشكل هذا. وهلا هيك صار عندي الكيك بالصوص جاهز. طبعا الصوص سكبته مرتين غير المره الاولانيه اللي نزل عندي، رجعت جمعته اخذته ورجعت سكبته ثاني مره وثالث مره. هلا بدي احطه بالثلاجه لمده ساعتين. اذا الطقس عندي بارد ساعه ونص ما في مشكله، نحن بنشوف بس شفنا انه الصوص صار جامد على القالب الكيك بيكون صار عندي جاهز. وهاي الكيك طبعا انا حطيته بالمجمد للتسريع من العمليه، ما اخذ وقت ابدا، ساعه تقريبا تركته بالمجمد. فاذا بدكم تتركوه بالمجمد تقدروا، ما في اي مشكله، بس مجرد انه تلمسوا هيك باصبعكم على الصوص ما تلاقوا انه طلع على ايدكم شيء، معناته خلص مسك على الكيك وصار جاهز. ما حطيت له شيء غير برش شوكولا على الوجه وشويه فريز على الجوانب للشكل الجمالي فقط. ان شاء الله تجربوا هالوصفه بتعجبكم كتير طيبه. الكيك كتير رطب وطري، والصوص ولا اشهى ولا اسهل من هيك. من مطبخ قمر، يعطيكم الف عافيه.